أعطاك لخزائن الفتاح مفتاح فقال قل الله الله ربي لا أشرك به شيئا. مفيش كرب وفيها رب، مفيش كرب وفيها رب. سيدنا النبي علم السيدة أسماء بنت عميس، قال لها، هي بتحكي بتقول علمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسماء ألا أعلمك كلمات تقولهن عند الكرب؟ أقول لك كلام حلو كده تقولي عند الكرب. قلت بلى يا رسول الله. الله الله ربي ولا أشرك به شيئا. سهلة دي، نقولها 3 مرات. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله الله ربي، الله الله ربي. جميل. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، دي تفك الكرب. اسم الله ده بيطرد الشياطين من الجوف. الشيطان اللي ساكن على قلبك وعمال ييأسك ومخليك حاسس ان ملهاش مفتاح، ليها فتاح. صلي وقول اللهم صلي على احمد مفتاح خزائن الفتاح. ومفتاح خزائن الفتاح اعطاك لخزائن الفتاح مفتاح فقال قل الله الله ربي لا اشرك به شيئا. مرة واحد راح للسيدة رابعة العدوية قال يا رابعة سل الله ان يجيرني من الدنيا. قالت والله ما اراها الا متربعة على عرش قلبك. قال كيف؟ انا بطردها عن قلبي باي طريقه، ده انا جاي التمس من. قالت له من احب شيئا اكثر ذكراه. طول ما تقعد تقول الدنيا 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 الدنيا، حتى لو على سبيل انك انت تتخلص منها تملك قلبك. اللي يحب، اللي عايز يتخلص من الاغيار حقيقي ما يذكرش الا النور، ما يعيش الا في دايره النور. اللي عايز يعيش الفرج يذكر نفسه بكلمه الله 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 ربي لا أشرك به شيئا. يقول لك لن تقوم الساعة وفي الأرض رجل يقول الله الله. هي كلمة الله دي لها جلال، لها سطوة تزيح الهم وتصرف الغم عن الإنسان. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. شفت كلمتين بساط ازاي؟ ليه لا أشرك به شيئا؟ ودي تفك كده. قال أيوه، عشان دايما الانسان وقت الضيق بيميل الى الاسباب، بيدور على اي سبب يفك له الازمه اللي هو فيه. سيدنا النبي بيقول لك وانت في لجة الغرق ثق انه لا منجا ولا ملجا مما انت فيه الا الله. الله الله ربي ولا اشرك به شيئا. سهله دي، نقولها 3 مرات. الله الله ربي لا أشرك به شيئا.